اللي خلاك يا صاحبي تضغط على الفيديو ده وتشوفه غالبا حاجة من اتنين، يا اما الفلوس الكاش اللي دايما زي المغناطيس بيجذب الناس كلها، يا اما الحاجة التانية وهي السرعة. الحاجتين اللي يعتبروا حجر اساس للموتور سبورت وكل الرياضات الميكانيكية. خلينا في الفيديو ده نطير ونروح لعالم السرعة، عالم الدراج ريس، وتحديدا في امريكا. نشوف العربيات اللي هناك ازاي بتتسارع بطريقة مجنونة، ممكن توصل لارقام عمرك ما هتصدقها غير لما تشوفها بنفسك على الحقيقة. بنتكلم عن مسافة الربع ميل في 5 ثواني، تسارع لل 300 كيلو في الساعة في 4 ثواني بس. إحساس خرافي أكيد للسواقين هناك طبعا. طيران أرض على 4 عجلات. هو هنعمل سلسلة كده كلها كلام عن الدراج ريس عموما، وهنبدأ بجزء الأساسيات لو ما عندكش فكرة ازاي الليلة دي بتشتغل، والتصنيفات والمستويات المختلفة للعربيات اللي بتشارك في سباقات الدراج ريس دي عموما. وقدام هنشوف مع بعض ازاي الدراج ريس عبارة عن بيزنس أمريكي ضخم بيحقق ملايين الدولارات من مجرد ثواني معدودة بس على تراك. لكن كل حاجة ليها تمنها يا معلم، مش هخليك تتخيل الحوادث بتكون عاملة ازاي لانها هنشوفها مع بعض هنا في القناة. وطبعا هنلف مع شباب الاندر جراوند، السباقات الممنوعة والغير قانونية اللي دايما مشاهدها في الافلام بتعلي الادرينالين من مجرد بس الفرجة عليها، واللي بشوفها حقيقي بتحتاج سواقين قلبهم ميت عشان يمشوا بسرعات مجنونة في طرق عادية اصلا مش متجهزة للحوار ده. السرعة ما تفهمش ليه مجننة الناس كلها كده من بداية البداية، وكل عايز يسبق اللي جنبه، حاجة بتعكس مفهوم القوة والسيطرة. وده بالإضافة لحتة التنافس اللي موجودة بين البني آدمين من زمان جدا. هو التنافس جزء منه حتى لو على حاجة بدون قيمة حقيقية شوية. طيب نخش في الأساسيات بقى. لنفترض إنك معاك عربية قوية أدائها رياضي وتسارعها كويس جدا، ولكنك عايز تعرف إيه القدرات اللي ممكن تطلعها من الموتور ده. عايز توصل لحدود الأحصنة اللي عندك، تجيب أرقام المصنع الرسمية من الآخر، ولو تعرف تجيب أحسن تبقى بطل أكيد. الموضوع بسيط جدا، تطلع على أقرب تراك أو حلبة في البلد بتاعتكم وتجربها على طريق متجهز طوله ربع ميل اللي هو حوالي 400 متر بالظبط، أو اعتبرها أنت كده أقل من نص كيلو، وتشوف هتقطعه في كام ثانية بالظبط. عندك العربيات القوية جدا السريعة الستوك من غير أي تعديلات بتقرب بالعافية جدا من رقم ال10 ثواني. يعني عندك مثلا السوبرا الجديدة اللي هي الام كي 5 بتقطع الربع ميل ده في 12 ثانية ونص، والام 3 بتاع البي ام دبليو في 11 ثانية و6 اجزاء، والكورفيت السي 8 اللي هي اساسا وحش الاسفلت بتقطعها في حوالي 11 ثانية وجزئين. واقوى عربية من المصنع لحد لحظة تسجيل الفيديو ده بتكون الدوج تشالنجر ديمون، شيطان الدراج ريس على 4 عجلات، بتقطع المسافة بتاعت الربع ميل في 9 ثواني و6 اجزاء. ارقام قوية جدا، طيارات مش مجرد عربيات عادية. ولو تفتكر في فاست اند فيوريوس لما فين ديزل كان بيقول لبول ووكر انت مديون لي بعربيه 10 ثواني، يقصد هنا 10 ثواني تقطع فيهم الربع ميل ده. This is your car. My car? I said a 10-second car, not a 10-minute car. كده انت جمعت ان اقوى العربيات السبورت الستوك بتكون غالبا في مستوى ال 12 ثانيه، ومحتاج تعديلات كبيره جدا عشان تكسر رقم ال 10 ثواني كمان. خليك فاكر الارقام دي عشان التعديل المخصوص لسباقات الدراج ريس هيغير كل حاجه قدام بقى. هتقولي طب اشمعنى ربع ميل؟ يعني ليه التراك طوله مش ميل مثلا كامل، او ليه اصلا بالميل مش بالكيلومتر حتى؟ هقول لك الامريكان بيعتمدوا نظام الميل في المسافات، مش زي معظم دولنا الطرق فيها بتكون بالكيلو. هم لازم يكونوا مميزين عن باقي العالم حتى لو فيها رخامه كده. وهو كده اصلا في فئات كتير جدا، منها النص والربع والتمن ميل حتى، تحس ان احنا بنشتري جبنه رومي مثلا. لكن الاشهر او الستاندرد الاساسي العالمي هو سباقات مسافات الربع ميل اللي هي الكورتر مايل. وحته الربع ميل بالتحديد دي ليها قصص كتير، منها ان قبل السباق اساسا ما يبقى بعربيتين كان في سباق اصلا قبليها بحصانين لنفس المسافه، حاجه كده من ثقافه الكاوبويز زمان خالص في امريكا. برضو يقال ان كام شركه كانت بتجرب العربيات الجديده في الشوارع اللي في ظهر المصنع عندهم، اللي كانت تقريبا المسافه فيها ربع ميل برضو، والشباب اللي كانوا بيشتروا العربيات دي كانوا بيجربوها كده ويجروها في شوارع بنفس المسافه دي بالظبط تقريبا، عشان يحققوا نفس الارقام المصنع بالظبط. ولكن غالبا سبب التسميه جاي من ان هي دي المسافه اللي كانت متاحه لكتير من المتسابقين وقتها يجربوا عليها، ومع الوقت بقى زي تقليد وعرف كده ان السباق لاقصى سرعه من الثبات بيكون لمسافه محدوده وغالبا بتبقى ربع ميل، وبيسموه سباق الربع ميل، واللي بيكون ممكن متاح تنزل بشكل فردي لوحدك عادي كده تشوف قوه وسرعه عربيتك هتبقى عامله ازاي. بيسموها سبيد ترايل، مجرد تجربه للسرعه، او انك تنزل قصاد حد تاني هيد تو هيد، يعني راس براس مع عربيه تانيه، وممكن يكتروا عن كده 3 أو 4 كمان. والبدايه بتكون من وضعيه الثبات اللي هي الستاندنج ستارت، لان في وضعيات تانية بتكون العربيه فيها على سرعه معينه 40 60 او 80 كيلو في الساعه حتى،
ومع صوت الكلاكس بتنطلق وبتتسارع من الحركة، ودي اسمها رولينج ستارت. بس غالبا مش بشكل مسابقات وبطولات، الكلام ده بينك وبين صاحبك بشكل ودي كده، كما لو كانت في الشارع اصلا. وده لان وضعية الستاندنج ستارت اللي الكل شغال بيها دلوقتي بتثبت كل المتغيرات والعوامل اللي ممكن تأثر على احسن تسارع للعربية في الاخر، حتى لو حاجات بسيطة جدا ممكن تأثر في ثانية كاملة زيادة في النهاية. وبتسيب عوامل قليله جدا، عوامل او حاجات ينفع تتغير بس هم اللي هيحددوا المده اللي هتقطع العربيه فيها الربع ميل. اهمهم مثلا نسبه القوه الحصانيه قصاد وزن العربيه، اللي هي كل حصان بيحرك كام كيلو من الوزن الكلي للعربيه، ودي اهم نقطه ميكانيكيا الكل بيركز عليها في المستويات اللي بتسمح بالتعديل المفتوح. ويجي بعد كده في الاهميه حته التراكشن نفسه، ودي بيحلوها بالكاوتشات العملاقه اللي هي السليك تايرز، اللي ما فيهاش بقى اي فراغات عشان يزودوا تماسك الاطارات مع ارض التراك جامد قوي. ارض التراك اللي بتكون اصلا ملزقه بشكل واضح في المستويات الاخيره من سباق الدراج ريس، يرشوا ماده عليها كده اسمها VHT، لونها بيبقى اسود غالبا، بتساعد في انطلاقه افضل للعربيات وبتزود التراكشن بين العجل والاسفل، نفس الماده اللي كانوا بيستخدموها في حلبات الناسكار عند الكورنرات وفي التراك كله عموما. واوقات حتى بيكون في ميه عاديه مرشوشه على الارض، العربيه قبل مسافه معينه من الطريق كده تعدي تعمل بيرن اوت في البدايه عشان تسخن الكاوتشات وتوصل لاعلى اداء ممكن يجي منها. لكن الكلام ده مش لازم مع العربيات العاديه اللي كاوتشاتها مفرغه عادي اساسا. وبس كده العربيه تنطلق وتسجل رقم في لوحه السكور اللي بيكون فيها الثواني والسرعه القصوى اللي بيتحسبوا الكتروني من اول لحظه انطلاق العربيه نفسها. خلينا بقى نشوف الفئات المختلفة والمستويات اللي بتقعد تعلى في تعديلاتها لحد ما المعدلين بيصنعوا وحوش مخصوصة للسباقات دي، بره بقى عن الاشخاص العاديين اصحاب العربيات السبورت القوية دول اللي احنا بدأنا الكلام بيهم عنهم في الاول. لازم بس تكون فاهم من كل الكلام ده ان دي رياضة، يعني رياضة ميكانيكية زيها زي كل السباقات التانية، ليها رعاية واعلانات وقنوات تلفزيون كمان. فالجزء ده بيكون مخصص للمحترفين، للفئات العالية قوي بقى المعدلة بالكامل. واللي بيحدد الفئات والمستويات دي قبل ما نبدأ بقى نرتبهم ونتكلم عليهم، عندك مثلا نوع وشكل العربيات، لان في سباقات دراج ريس للشاحنات العملاقة جدا، فالنوع مهم جدا. تاني حاجة برضو مهمة هي سعة المحرك نفسه ووزن العربية كلها، والتعديلات برضو المسموح بيها اللي ينفع تتعمل للعربية وتحسن وتغير برضو من شكل الايروداينامكس كله. كل ده بيحدد المستوى في النهاية، ودي قوانين الاتحاد نفسه NHRA. لكن برضو في فئات للجمهور العادي في التراكات المحلية في كل بلد، الناس اللي بتحب تجرب مش شغلانتها اساسا انها تعمل الحكاية دي، وهي دي اول فئة العربيات الستوك بالكامل. والتعديلات التقيلة بقى والتزويد على نفس العربية الاصلية بتودينا لمستويات تانية باسامي مختلفة شوية، اشهرهم السوبر ستوك، وكمان في البرو موديفايد، مستوى قوي جدا للعربيات اللي بنشوفها في الشوارع عادي لكن بشكل اسرع بمراحل طبعا. الاهم هي المحافظه على شكل العربيه نفسه زيها زي اللي خرجت من المصنع، وده بيحجم ويقلل كتير قوي من التعديلات القويه اللي ممكن يعملوها، ولكنها برضو بتكون عربيات بقوه حصانيه عاليه جدا وارقام متخلفه خالص. وبيكون مسموح هنا بقى كل اللي نفسك فيه من شواحن تزويد هواء تيربو بقى او سوبر تشارج او حتى النيتروس اوكسايد، يعني محبوب الامريكان. كنا اتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات، ممكن تبقى ترجع تشوف الفيديو بتاعه كان جامد برضه. واضافه النيتروس ممكن تسمح ليك انك تزود سعه الموتور لحد 12000 سي سي لو عايز، ما تتخضش قوي من سعه المحرك ده، لسه فيه بلاوي زرقاء جايه. وفي برضه البرو ستوك تقريبا نفس كل اللي فات، بس سعه المحرك تبقى الماكس بتاعها بيكون 8000 سي سي، ولازم برضه يبقى تنفس طبيعي بس. وفي فئة كاملة تانية محبوبة جدا وتعتبر هي الأصل في الأساس، وهي الستيك شيفت، الخاصة بالفتايس المانيوال بس، لأن الأوتوماتيك اكتسح الساحة تقريبا في معظم العربيات الجديدة وأكيد السبورت والمصل الأمريكاني حتى. ونقعد نعلى لحد ما نوصل لتحديدا 3 فئات بيكون فيهم الجنان الأمريكي وإدمان السرعة في أقصى مراحله خالص، وهم فئات الفاني كارز، اللي العربيات اللي شكلها بيضحك لكن مواترها وأرقامها مرعبة فعلا. وفئة التوب فيول اللي بيستخدموا فيها النيترو ميثان بدل البنزين العادي بتاعنا عشان يطيروا حرفيا من كتر السرعة والقوة الحصانية اللي ملهاش كلام ممكن يوصفها اساسا. والفئتين دول تحديدا وخصوصا التوب فيول بيكون في شيء غريب مسموح ليه المشاركة فيهم، مخلوق سريع جدا جاي من قلب الجحيم عشان يخترق قواعد الفيزياء ويحقق ارقام ما يصدقهاش عقل ابدا حقيقي. مخلوقات السرعة اللي بيسموهم دراجسترز، اسرع عربيات على الاطلاق من ناحية التسارع من الصفر، حاجة كده تخلي تسارع التسلا الاس بليد والريماك الكرواتية الجديدة دي بتوع السنتين دول يبانوا نقطة قصادهم. عربيات الدراجستر بقوة 10000 حصان.
385, only 271 miles an hour. هنوقف بقى لحد هنا ونتكلم بقى في فيديو تاني عن النوع ده بالذات وموتورها الجبار والبيزنس نفسه بتاع الدراج ريس كله شغال ازاي. فلو عجبك الفيديو ادينا لايك واستنى اللي جاي من ده بقى. سلام.